سوزي الأردنية أو مريم بنت صغيرة لسه بتشق طريقها، لقت قدامها باب مفتوح للشهرة، ناس بتتابعها بتشجعها، دعم بيترمي عليها، هدايا بتترمي عليها من السماء، وفجأة الفلوس بتمطر من السماء، هدايا تزغلل العين أي حد، كلام معسول ووعود بتبرق، بس من غير ما تحس الحلم اتحول لفخ. وهنا لازم نسأل، فين الأم اللي تتابع بنتها وتقول لها أنت بتعملي إيه؟ فين الأب اللي يقعد جنبها ويعرف مين بيكلمها، مين بيأثر عليها ومين بيستغلها؟ الأم والأب مش مهمتهم بس انهم ياكلوا ويشربوا، الام والاب هم البوصله اللي مهمتهم الاساسيه انهم يقولوا لابنهم او بنتهم ده طريق النجاح وده طريق الهلاك. قصة سوزي الأردنية مش مجرد قضية، ده جرس إنذار لكل أم وأب سابوا ولادهم للسوشيال ميديا، بس يا رب نسمعه. سوزي المستخبية كانت ضحية غياب الرقابة، وضحية بريق كذاب اتضحك عليها بيه. وانت كمان شريك في ضياعها. كل حد بعت لها لايك أو بعت لها وردة، كل حد شجعها وسقف لها، كل كلمة برافو اتقالت لها لما قالت لفظ خارج كانت حجر في جدار السجن اللي دخلت. انت مش مجرد متفرج، لا انت شريك في صناعة النهاية دي حتى لو ما كنتش تقصد. التشجيع على الانحلال زي السم في العسل. قبل ما تفرح بولادك علشان بقوا مشهورين، الاول اتاكد ان شهرتهم جايه من شغل نظيف مش من بريق وهمي هيختفي اول ما يقفلوا الكاميرا. علموا ولادكم ان الشهره السهله خطر، الفلوس السريعه ثمنها غالي، الهدايا اللي بتيجي من غير مناسبه لها سبب انت ما تعرفوش بس هم عارفينه كويس. علموهم ان مش كل شهره نجاح. انا ايمان حكيم وده كان كلام من القلب.